كل حاجة بدأت من قصة قديمة سمعتها بالصدفة وأنا قاعد على القهوة. كنت قاعد على القهوة في حي شعبي، فسمعت راجل عجوز قاعد لوحده وبيحكي للناس بصوت واطي عن بيت في آخر الشارع. بيت متهالك محدش بيقرب منه، واللي حاول يدخل مخرجش تاني. طبعا الكل كان بيضحك ويقول خرافات، بس أنا كنت عايز أعرف الحقيقة. أنا مين؟ أنا فادي، شاب عادي زيك. يمكن الفرق الوحيد إني دايما كنت بدور على الحاجات اللي محدش بيقرب منها، حاجات الناس بتخاف منها وأنا كنت بحب أواجهها. أنا مش باحث ولا محقق، لكن عندي فضول قاتل بيخليني أفتح أبواب كان المفروض إنها تفضل مقفولة للأبد. وأكتر باب كان لازم أسيبه مقفول كان باب البيت اللي محدش بيرجع منه. البيت كان شكله مريب فعلا، حيطان مشققة، شبابيك مكسورة، والأغرب مفيش تراب على الأرضية قدامه ولا أي أثر إن حد بيجي هنا أصلا. دخلت. أول ما رجلي عدت الباب حسيت بحاجة غريبة، كأن الهوا اتغير، كأن في صوت بيتنفس، بس مش أنا، ده البيت نفسه بيتنفس. مشيت جوه، في صور على الحيطة مش واضحة، وفي مراية كبيرة مكسورة، بس لما بصيت فيها ما كانتش بتعكسني. كنت لسه هطلع من أوضة في آخر الطرقة، بس سمعت حاجة ورايا، حد بينده باسمي. فادي. لفيت بسرعة بس مفيش حد. ايه ده؟ أنا لقيت اسمي مكتوب على الحيطة بالدم. وهنا بدأت أفهم ليه البيت ده محدش بيرجع منه. طبعا مش دي كل الحكاية، بس قبل ما أحكيلكوا الباقي عايزك تسأل نفسك، لو كنت مكاني وسمعت الحكاية دي كنت هتدخل البيت؟ استنوني مع الحلقة الأولى من حكايتي، البيت اللي محدش بيرجع منه.